المنتخب هذا أقسم بالله من بطولة آسيا، ها، ومن بلاوي من شيني، إلى بلاوي الإدارة، إلى بلاوي الآن رينارد، ما يعني شيء فيه عجب العجاب. شوف يرقصون بالملعب العمانيين، شوف الله يلعنهم ما حاله، شوف، شوف مطرود منك واحد إلى الدقيقة 90 زين ما أنت قادر تسجل هدف أو هدفين. أنا شرحتي على ياسر المسحل، ما تقدر تشرح على رينالد، ولا تشرح على اللاعبين، ولا تشرح على الجهاز الإداري ولا الفني، هذولا هم بضع من كل. أنت اللي على رأس الهرم هذا اللي من يوم استلم الاتحاد السعودي وحنا من جرف الدحديرة بعد ما كنا نروح لكاس العالم مرتين ورا بعض، الحين و8 فرق ما تدري أنت تروح ولا ما تروح. إذا بكم مر يا حبيبي يا رئيس الاتحاد السعودي، إذا بكم مر، ها، وفعلا تحبون المنتخب السعودي وفعلا تحبون وطنكم، اليوم الاستقالة لابد أنها تكون على مكتب وزير الرياضة. اليوم لازم الجمعية العمومية تجتمع. أنا بالنسبة لي لازم تجتمع الجمعية العمومية وتخيلكم تفنكش عملكم كله، مع احترامي للجميع. اللي صار أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، إنه يفشل كل سعودي. عمان السناتر حقهم والحارس الأساسي كلهم مصابين، بس وش اللي خلاهم يفوزون؟ مرجلة بعض لاعبينه برضه يفتقدونه، روح قتالية بالملعب. اليوم اللاعب تجي الكرة يرجع الخوية، تجي الكرة يرجع الخوية، مو قاعد يتخذ قرار، مو قادر يتخذ قرار، خايف، مو قادر يتخذ قرار يا جماعة. اللاعب السعودي مو قاعد يتخذ قرار. يا رب والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم، شوف ان المنتخب هذا اللي تشوفونه انتم، اقسم بالله العلي ما راح يوصلك لكاس العالم القادمه. يا انتم عندكم حل لا رجعه فيه، حلكم التجنيس، لابد انك تجنس. مستحيل تبي تخلق لك معادله خلال شهرين وتلعب شهر رمضان القادم وترجع تقدر ترجع، مستحيل. اذا رجل جاء وبدا بدايه وجاب منشيني وشافه فشل ورجع جاب رينارد وفشل، الان اشوف انه فشل. بطوله خليج ما انت قادر تجيبه، بطوله خليج ما انت قادر تفوز على فريق اكثر اصابات ومطرد منه واحد. اقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، بس حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ياسر المسحل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي إدارتك لكرة القدم وفي إدارتك للاتحاد السعودي. أقولها حسبي الله عليك يا رجل. طيب السلام عليكم، في صوت يا اخوان شباب؟ في صوت؟ ايه في صوت طيب اول شيء مساكم الله بالخير، وهارد لك متوقع، والله انا بالنسبه لي قايلها متوقع خروجنا من هذه البطوله، لا نملك شيء. شوف انا اختصرتها في تغريده. خلينا نتكلم اليوم، نتحدث اليوم براس الهرم، هو رئيس الاتحاد السعودي الاستاذ ياسر مسعود. بعطيك عمله مع المنتخب بشكل عام بشكل خاص، يعني تاريخه كله انا اختصرته في تغريده. جلب مدرب، طرد مدرب، رجع مدرب، جاب لاعبين، غير لاعبين فقط. ترى هذه حقيقه يا جماعه، هذه حقيقه.
تخيل تاريخ هذا الرئيس الاتحاد مثل ما تكلمنا، جاب مدرب، طرد مدرب، رجع مدرب، جاب لاعبين، غير لاعبين، بس بالمختصر. يعني تخيل هذا عمل ياسر المسحل مع المنتخب، هذا عمله. يعني تخيل عمل ياسر المسحل مع المنتخب اختصرناه في تغريده. يعني تخيل عمل رجل في تغريده يختصرها اليوم مغرد يكتب عن تاريخ هذا رئيس الاتحاد في تغريده، تبين لك هذا عمله. هذا عمل، انا بالنسبه لي هذا عمله، ما عنده شيء اليوم. ما هو صدمه، ما هو صدمه اليوم احنا نتكلم عن المنتخب، ولا هو شيء جديد. وانا عارف ان والله العظيم لا نذهب بعيد. انا بالنسبه لي قلت ممكن فرحت في فوزنا على المنتخب العراقي بسبب التصريح اللي صار من يونس محمود بس. لكن نجي اليوم خلينا نفند الاشياء او ننزل الاشياء في منازلها. ياسر المسحل بالمختصر انت رجل غير غادر على ان تكون رجل الاول في كرة القدم السعودية. تجي كيف الدوري، تطور الدوري ما لك اي علاقة. احنا نعرف لجنة الاستقطابات اللي عن طريق الرابطة وتعاون مع وزارة الرياضة، وشفنا هذا التطور. ما لك اي تطور انت كرئيس اتحاد، ما لك اي تطور، ما لك اي اصلا صلاحيات. لكن اليوم الصلاحيات اللي تملكها والجهود اللي جالس تملكها ما يشوف انعكاس على المنتخب. انت بالمختصر رجل غير قادر ان تتحمل المسؤوليه. يعني انا اليوم اطلع بخساره، يرد اليوم رئيس الاتحاد والله الفريق الفلاني افضل مننا، والله الفريق الفلاني عنده محترفين. هل يعقل هذا رجل ان يكون في الرجل الاول في الاتحاد السعودي يكون هذا رده؟ يعني تخيل ان هذا الرجل هذا عمله. اليوم انا ما حاتكلم على اللاعبين، بالنسبه لي ما حاتكلم على اللاعبين. انا عارف يعني اقسم بالله عارف حنطلع، ما نستحق اصلا حتى نوصل، يعني ما نستحق ان نلعب. يعني اليوم تخيل الارث اللي يملك المنتخب السعودي اليوم اصبحت اندونيسيا يا رجل تجرأت علينا في ملعبنا. اندونيسيا منتخبات صغيره تجرأت على المنتخب هذا. من السبب؟ انت السبب، انت السبب، انت من عملت هذا الشيء. لا تتوقع اليوم حنا كسعوديين اليوم نتوقع ان عملك عمل رائع، بالعكس فاشل. ولا تستحق اليوم، ولا تستحق ان تكون اليوم انت رئيس للاتحاد السعودي. مع احترامي شديد لشخصك ياسر المسحل، انت اللي انا ارى انك عبثت في المنتخب في قراراتك. يعني تخيل عملك في المنتخب، جيب مدرب، اطرد مدرب، شيل اللاعبين، رجع اللاعبين، هذه شغلتك فقط. تجيني تبي تقول لي والله اللي سويناه في الدوري، انت ما سويت شيء في الدوري ولا عملت شيء في الدوري ولا عندك صلاحيه، ما عندك اي صلاحيه. احنا نعلم لجنه الاستقطابات تعاون مع وزاره الرياضه، هذا العمل اللي شفناه. عطني شيء واحد الان نتكلم عليه عن عمل ياسر المسحل، ما في. يعني تخيل كل هذه الاشياء عملك في الاتحاد السعودي بالمختصر فاشل. رجل انت صاحب اشكاليه، رجل لا تملك قرار، رجل ردة فعلك سيئه، رجل كل ما تملكه في الاتحاد السعودي ان عليك اليوم تقدم استقالتك وتطلع. تقدم استقالتك وتطلع. انا ما حتحمل شيء والله العارفين. يعني وصلنا لمرحله كسعوديين عارفين رده الفعل او عارفين احنا ما راح نقدم شيء. يعني تخيلوا ان وصلنا مرحله ان عارفين ان ما يجملنا هذا المنتخب. يعني شوف قيمه الاحباط اللي وصلنا لها. عمل هذا الرجل، عمل هذا الرجل، انت اللي سويت طيب اليوم. ابو عمر الى متى يعني ليه ما تتخذ قرار يا اخي؟ قالت يا المسح اللجنه والله العموميه، تعبنا يا رجل. الانديه يا اخي الأندية. احنا طالبين الوزير. الانديه هي اللي تشيله. افتح ما له علاقه الهاشتاج يا عز، ايش علاقه يا مطالب اخوي؟ باقاله الاتحاد بس امر بسيط. الانديه هي تقيل، الانديه لا ما تقدر تقيله الا في خطأ. ما له دخل. لا تقيله يا اخوي تقيل ما تقدر يا اخوي، تقيله. والله لا تقيل ما يا اخي. تقدر. كيف اللجنه العموميه يا ابو من محمد؟ باب الطاقة. قال لا يا ابو خلاص. عمر ما يا تقيله، ما مسلم تقيله. يا اخوي في شيء اسمه
يا مسلم ما يا تقيل مسلم الا خلنا في يا شيء قوي يا ابن يا حلال، على اخوي كيفك. يا اخوي في شيء اسمه الجمعيه العموميه الغير عاديه تجتمع. هي الجمعيه العموميه بس ما تقدر يا تشيله اخوي يا يا مسلم، ما اخوي يطلعون تقدر فيه ثقه يشيلونه بكيفك انت. يا اخي. الا يا ابو لا عمر حول ولا قوه الا في الا بالله. خطا اداري ما او له دخل يا فساد اخي. او زي نواف كذا يا اخي نواف قل لا. نواف يا ما أخي، يقدر يشيلونه كذا، ما دقيقة يقدر لا حول ابو ولا يشيلونه عمر يعني ابو قوه عمر الا ابو عمر بالله دقيقة بالله. ابو لا عمر، حول ولا نواف قوه. نواف صاحي. نواف طول فترة عمله وش الانجاز اللي حقق المسحل الا انه اهلنا كاس يا العالم، عيال يعني داهنا الجمعية بعد. العمومية اللي ما تشيله ما ما في بعيد انجاز يا الجمعية اخي. العمومية. تدري ايه بس تدري عز، لازم في تدري وش خطا ما يا له انجاز؟ علاقه فساد، خطا يا لازم مسلم، في تراك خطا. لا لا فاهم غلط بس انت. لا وش دقيقة النتائج ما يقدر نواف يشيلونه. يا نواف أخوي. ابو يا عمر النتائج ابو يا ابن عمر عمر ابو وش عمر فيك؟ يا ابو عمر اصبر. تدري وش الانجاز؟ فزنا على الارجنتين وفزنا على العراق، بس يا هذا ابو يا هذا ابو انجاز. قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله يا يا ابو اخي تخيل فاضل. هذا قاعد انجاز. تقطع الدنيا. علي الحرام لو تعادل المباراه 126 مره ما انت فايز يا اخوي. مشت معانا حظ الا نقول لك كذا. والله ادري يا ابو عمر، هجمه بس هجمه اذا صالح جيت الشهري الهدف هذاك مثل هدف سعيد العويران. والله مشت ابو معنا. يقول ابو علمنا تدري ابو العالم عمر ان المشكله عندنا كورة. اذا جيت تناقشهم وش يقول لك؟ يقول والله فز الارجنتين. ايش بالله هذا انجاز يا اخي؟ المنتخب السعودي انجازه وتقارنه فوز على منتخب هذا يا بطل رجل. اسيا، هذا ما يدخل بطولة الا هو المصنف يا الاول يا الثاني. الآن وش سبب يعني إعادة انت رينالدو؟ تخيل يا ابو عمر، ليش حنا من رجعت 40 المدرب يا سنه التريال؟ المنتخب السعودي يا يكون وصيف يا يكون هو البطل. الان أبو وين المنتخب فاطمة، أنت ليش السعودي؟ رجعت المدرب؟ سؤال، أنت رجعته عشان تشغل خانة مدرب عشان تسكت لا ابو الجماهير؟ سليمان، ابو مدرب سليمان فنيا انت صفر والله ما كبرت. يعرف إلا يصارخ، قسم بالله ما عنده غير انت الصراخ اللي كبرت على يحفظ. مانشيني. ابو سليمان كبرت على مانشيني لين راح الوقت، بعدين رجعت مدرب ساحب عليك، رايح المنتخب بسيدات فرنسا وساحب عليك، ترجع ليه؟ يا رجال حتى قبل مانشيني مصيبة. أنت تدري كم شهر قعدنا بدون مدرب من يوم سحب علينا لا عبد رينالدو؟ الرحمن اقسم لك بالله ترى كلام ناصر متفق معه. انت لما مدرب راح من عندك ليش ترجعه؟ معقول ما مدربين غير مانشيني؟ يا معقوله أخي ما لقيت الا حتى من رينالدو تجيبه؟ كوارث المسح العز. تخيل معي إن لما طلع رينالدو راح لسيدات فرنسا كم قعدنا شهر بدون مدرب لين جانا مانشيني. كم جلسنا؟ الفترة ذيك قعدنا يمكن تقريبا 4 شهور، حتى ممكن أكثر إذا تذكروني يا أخوان، بدون مدرب. وين وقتها الاتحاد السعودي؟ معقولة كل الفترة تدور لي مدرب مثل مانشيني؟ بعدين ابو عبد الرحمن، شوف دائما اذا صار في مشكله في المنتخب ما تظهر للسطح. المشكله اللي صارت قبل فتره للعقيدي وصارت لكنو والغنام، تخيل يا رجل كل الصحف ده اللي تتكلم عنه. من متى المنتخب صارت فضايح حتى تطلع برا للسطح؟ يعني هو مو قادر يسيطر اصلا حتى على الاداره، على اللي قاعد يصير، المشاكل اللي تصير داخل الاداره. يعني انا والله العظيم ابي مبرر له، ابي بس اشوف انه الرجل قاعد يتحرك يسوي شيء ايجابي. انا ماني لاقي. هو ما شوف، كل انسان عنده فشل، لكن الرجل هذا قاعد يثبت فشله من فشل الى فشل. يعني ما هو قاعد يعطيك دخل، ما هو قاعد يسوي خطط، ما في شيء زي ما تقول. والله العظيم انا بس استغرب ابو من فاطمه ولا اقطع استمرار. كلامك، لا احد يلوم اللعيبه اليوم، اللاعبين ما يلامون خلاص. احنا وصلنا مرحله ما تلوم اللاعب ابدا. اي لاعب اليوم جاب العيد، المباراه اللي قبلها اللوم على الاتحاد هذا اللي مستمر من اكثر من سنه ولا انجاز ما بعدين لا فيه احد يقول لي الى متى؟ تجنيس سنة ابو. الحلال شوف عز، له 6 سنوات يا حبيبي، 6 اسالك سنوات. 6 ناصر سنوات ها. الناس اللي تقول تجنيس، عندك 172 نادي ها، ما بين درجه اولى وما بين ممتاز. يعني معقوله ما فيها مواهب؟ معقول انا لازم اخذ؟ وين المواهب يا ابو فاطمه؟ يا اخي وين المشكله انك وين تصب. عطني اياها نواف انك تدري شو تسوي انت؟ تغمض على يا ابو فاطمه. شوف الامارات. نواف يا ابو تاج راسي، فاطمه نواف شوف. انت تتكلم عن قاره. اسمع شوف ابو ابى فاطمه خليني اعلمك حاجه. بعطيك وجهه نظر. انت لا فاطمه دقيقه شوف نواف انت. شوف شوف ابيك شوف تسمعني. الامارات، شوف قطر كلهم شوف قاعد ابيك تسمعني. شوف يجلسون انت العالم. تقارن الان الامارات ها عندنا بالمملكه العربيه السعوديه. يا رجل انت تتكلم عن قاره يا وين رجل. المواهب ابو والله فاطمه؟ انت عطني بس عط وين اللعيبه ثقه المواهب؟ يا رجل. انت ما انت قاعد. يا ابو اخي انت، فاطمه انا اسالك سؤال، وين انت المواهب؟ بسألك الحين، وين؟ بسألك المنتخب بس ياخذ من الأربع أندية الكبار. ليش ما تروح يا اخي والله العظيم اني كل يوم جالس لي مع واحد ذكر لي حول 20 لاعب يا اخي، كل هذول مواهب. طيب ليش 20 ما لاعب تاخذهم ابو يا اخي فاطمه ويلعبون لونهم اساسيين مع مميزين. المنتخب؟ وين الانديه عنهم يا ابو فاطمه؟ طيب ابو فاطمه شباب طيب الانديه شباب الاربعه وينهم عنهم لونهم صلوا على مميزين؟ النبي. يا اخوان بيخلونهم لك؟ ترى ما هم مخلينهم. حتى لو صلوا صوتت على النبي يا شباب. معلومة بس بعد اذنكم، لو صوتت الجمعية العمومية لابد انه يوافق الفيفا.
لا اللي ما له حصل دخل مع- ما له دخل ما له نفس دخل اللي ما له حصل دخل. مع يا الاتحاد أخي كله الاتحاد حاجة. داخل يا ولد هذا دقيقة دخل فيه. يا عيال ثواني رئيس اللجنة الأولمبية هو رئيس دقيقة. اللجنة الأولمبية هو اللي صادق أبو على عمر، القضية. يا شباب الاتحاد الفرنسي يا شباب غير يا التفاهم. شباب ابو دقيقة عمر ابو يا عمر شباب إقالة دقيقة. علشان طيب ممكن نتائج. تتكلم؟ طيب ممكن شوف ابو تتكلم؟ عمر أنا سمعت ردك يا أبو فيصل. دقيقة، لا ده يا أبو عمر تكلم، بس انا تكلم بقول لك أبو عمر. يا أخوي هذه نقطة إقالة مهمة بس علشان نقطة يا أبو نتائج. فيصل. يا مسلم لا بتكلم. شوف إقالة علشان شو يجيبهم نتائج كورة لسه الجماهير. طيب ما ممكن تشيله. دقيقة. ما طيب ممكن تشيله. دقيقة أمن عليكم بس دقيقة. تفضل. شباب، أعضاء جمعية العمومية هي الأندية، هي الحق اللي تشيل رئيس الاتحاد، ما له دخل لا فيفا. وش حتى لو السبب؟ كان عضو في الفيفا. لحظة ما له علاقة. كيف؟ أنا أتفق سوء مع نتائج. أبو عمر. سوء جمعية نتائج. عمومية زي ما زكته. دقيقة. سوء لا نتائج. أنا سوء نتائج عمل سيء. أبو عمر أنا بسألك. أبو عمر جاوب. وش أثبت؟ سوء نتائج غير قادر. ما في لا سوء حول ولا نتائج. قوة هذا إلا الأندية يا بالله. رجال. لا يا شباب صلوا على النبي. شباب والله انكم نواف، فاهمين نواف. الفكرة غلط، نواف انتم. ما هو صحيح. نواف حبيبي الله يرضى عليك. أنا أدري يا أبو عمر. وش الجمعية العمومية تبي يا تشيل اخي رئيس وهو ما تشيله أخطأ؟ تعقد جمع سوء نتائج. يا نواف أنت بالعقل هذا تشيله. تشيله إلا هو يستقيل من يا ولد النتائج. تكتل يا أبو فيصل تكتل. يا ولد يا تسمعنا حبيبي انت يا نواف يا اخوي. اصبر عطنا فرصه الله يرضى عليك. تقدر تشيله من اللي قالك ما تقدر تشيله. تعقد جمعيه عموميه يواد ما كتمنا يا ولد. الرجال ترى يا أخي والله ما كتبت يا مسلم، والله مو بنا. نواف الكتب. ايش فيك؟ نواف انزل واطلع يا نواف يا ولد. عيال يا اخي كلمه يا حبيبي يقول له ينزل ويطلع. نواف صوتك نواف انزل واطلع يا نواف. صوتك واضح ترى. انا يا حبيبي جمعية عمومية طارئة. انا اسمعك ابو فاطمه بس ما من اللي كتب قبل شوي. شايب الهاص يسولف تسمعه. والله انزل الان اول شيء هارد لك لنا جميعا ومبروك المنتخب عمان. يستاهلون، هم اللي قدموا الاداء وهم اللي انتصروا غصبا عن لعيبتنا اللي ما قدموا شيء. 1% اللي يشفع لهم. اقسم بالله الذي لا اله الا هو ما هم كفوا لا الفوز ولا هم وجيه فوز ولا جملوا انفسهم عشان يجملوننا حنا. ما جملوا انفسهم والشرى والله ما يب عليهم. شرى علينا اللي وقفنا ندعمهم لانهم ما يستحقون. يا اخي على الاقل استحوا من ذا الاموال اللي دفعت فيكم. اقسم بالله اني اقولها وانا والله صادق. يا اخي استحوا. يا اخي شعار بلد في اكمله معلق على صدوركم. يا اخي احترموا ام الشعار ذا. يا اخي اشتغلوا الام الشعار. قال لكم يونس محمود كلمه حركتوا الملعب حرف. يا اخي في 30 مليون مواطن يا اخي يقولون نفس الكلام في كل مباراه وفي كل بطوله. يا اخي اذا هذول ما يشكلون لكم مشكله ويونس محمود هو المشكله، ليته يطلع لنا يونس محمود في كل مباراه يقول نفس الكلام. يا اخي عيب اللي قاعد يصير. يا اخي احترموا يا اخي ان في 2027 الدوله بتدفع مليارات من اجل استضافه كاس اسيا. احترموا ان في 2030 ممكن تستقبل كاس العالم للانديه و2029 ممكن. واحترموا انه 2034 عندك كاس العالم للمنتخبات. احترموا المليارات اللي دفعت في كل ذا الانديه. ضخ لا صار ولا استوى. يبغون يرفعون من جودتكم علشان نكون في يوم من الايام حاجه تنافسيه على مستوى العالم. ومع كذا لا انتم جالسين تقدمون ولا احترمتوا يا اخي حتى هالعالم كلهم، ولا احترمتوا يا اخي حتى اللي قاعد يدفع من القياده. اقسم بالله ان جالسين نقول يا اخي قدموا هديه. ما هو لنا، قدموا هديه لقيادتنا اللي قاعده تدفع ليل نهار. يا اخي انا بالنسبه لياسر المسحل اذا ما عنده احساس تشكل جمعيه عموميه طارئه وتقول له الباب. ما هو شرط انه يكون عندي مبرر. المبرر انه احنا كجمعيه عموميه اللي رشحناك ما نبغاك، اضافه الى انه في اصوات للرابطه او ايش اسمها اللجنه الاولمبيه دي، لهم اصوات من حقهم يساهمون ويصوتون معنا ومع السلامه. 5 أصوات. لحظة 5 بس ترى يملكون يا أخي 5 معاك مع أصوات البقية. بس الأندية 140 ترى يا أبو محمد. ما اختلفنا أبو عمر. أنا أتكلم اللي يقول لك ما يقدر يشيلها أو له سبب. السبب أنت ما تحتاج السبب. المبرر تعقد جمعية عمومية طارئة لا يقول لك نتائج ولا غيره. ما نبيك ما فتنا في شيء، ما قدمت لنا شيء. طيب أبو محمد ما في قرار من فوق يعني خلاص قالت المسك؟ ما في، لأنه بيعتبر تدخل سياسي في السياسة. سياسي رياضي، وهذا ممكن يعلق من النشاط الرياضي. طيب هو ليه ما يقدم مثلا الأندية دقيقة أبو
ابو وسن ليه؟ خلونا نكون محمد. شفافين مع بعض. ابو محمد ها ابو محمد هو ليش ما يقدم استقاله؟ انا اتمنى والله حتى ما شو اسمه يقدم، والله لا ما والله لحظه ما ابو يقدم. محمد، انا اتمنى ابو محمد انا اتمنى اللي يختار منشيني اللي اختاره اتمنى انه يتحاسب. انت على اي اساس اخترت هذا المدرب؟ هو ما يناسب تكتيك ولا في نادي سعودي يلعب بنفس التكتيك. ليش اخترت منشيني؟ هنا السؤال. حبيبي هي كلها يا ابو فيصل ولا هنا للرب، كلها عبث واخطاء فادحه ارتكبت بدون اي يعني معليش. اذا انت جالس تغامر بسمعه المنتخب السعودي وبسمعه منتخب يتابعه 30 مليون مواطن، يا اخي احنا ما نحتاج مغامرات غير محسوبه. يا اخي استقل من اجل احترام هذول العالم. يا اخي صر زي رئيس الاتحاد الياباني اللي في يوم من الايام قدم استقالته لانه ما حقق جل اهدافه. شوف، ما هو ما حقق اهدافه كلها، جل اهدافه اللي كان حاطها في باله، جل الاهداف، يعني كان يبغى يحقق كل الاهداف او اكثر الاهداف، ما حقق نصها. الرجل استقال، احترم انه واعتذر وطلع باعتذار وقال حنا نعتذر، وانت بعد كل مباراه تقول المنتخب الفلاني انهزم والمنتخب العلاني انهزم. يا ليتك والله ساكت ومريحنا. يا حبيبي أنا أقولها بالفم المليان، إذا أردت تطور للمنتخب السعودي، أولا من أصدر القرار الغبي الأهوج بإزالة الفئة السنية اللي هي الأولمبية، 700 شاب فقدتهم الكرة السعودية بقرار، لأنه بيلتش قرر انه يا اخي ليش ما يكون عندنا الدوري التنافسي هذا حق الاولمبي نشيله. 700 شاب انا لو نخلتهم وطلعت منهم 10 ولا 15 للمنتخب الاول ترى انا الكسبان. 700 شاب انا فرطت فيهم يوم وليله. تبغى دوري حقيقي، حط دوري رديف، والدوري الرديف هذا يكون فيه بطولة ويكون فيه جوائز ويكون فيه رواتب لاعبين ويكون فيه دعم غير مسبوق عشان يكون رافد للمنتخبات الوطنية. على الأقل أضمن أنه اللاعب يشتغل. ارفع القائمة من 25 بعد التقليص إلى 35 واترك المجال. أنا عندي دوري طويل وعندي بطولات كثيرة. خل اللعيبة على الأقل، ولا سوي تدوير أضمن. خل فيه سوق للعيبة السعوديين، خل فيه لعيبة تعطي عشان تمسك خانة أساسية. خلاص لا أحد يقول لي ما في. يا أخي إذا ما طلعت بأداء وانت معاك رونالدو ومعاك ماني ومعاك بنزيما ومعاك اوتافي ومعاك شو اسمه بروزوفيتش ومعاك نيفيز ومعاك سافيتش، متى بتطلع؟ انا والله شوف ابو محمد، انا والله شوف اللعيبه واللاعب السعودي انا والله ما الومه ابد، انا الوم الراس الهرم، الراس الكبير يا رجال. شوف احمد عيد، فيصل بن فهد، دقيقه وليد يعني شوف الجميع هذول اللي رأسوا الاتحاد، والله في وقت من الأوقات ممكن أن البعض تلقى متفق عليها، لكن ياسر المسحل الجميع يا أخي متفق أنه شخص سيء يعني كرياضية، ما هو قاعد يعطي، ما في خطط. ليش وليد؟ أبو فاطمة ليش ما تلوم اللعيبة؟ استفزتكم أبو فاطمة تدري وش اللي بيقهر؟ لا استفزتكم يا أبو فاطمة، استفزتكم ضحكة يونس محمود. تدري وش اللي يقهرك يا أبو ما فاطمة؟ استفزكم شعار المنتخب. إيه بس وليد مستفز اللعيبة. أبو فاطمة يعني أنا أنتظر أحد يستفزني وليد عشان يعني هذا السؤال هذا وجه اللعيبة، أنتظر أحد يستفزك عشان تعطيني 90 دقيقة زي العالم والناس. أنا يهزمني المنتخب العماني والمنتخب البحرين في البطولة، إيش تعني لي دورياتهم مقارنة أقسم بدوري؟ بالله العظيم إني قلت بيفوز اللي صار فضيحة. وأنا متأكد من، تدري ليش؟ لأنه ما عندك منتخب، معليش خلينا نتكلم شفافية. اللي صار اليوم فضيحة. ولا عندك مواهب ولا عندك لعيبة، خلينا نتكلم بواقعية يا أخي. قارة كاملة ما عندنا مواهب، غريب هذا. بالله وليد يعني هذا منتخب تبي يعني يا أبو فاطمة قارة كاملة ما فيها مواهب. إيه هذا المشكلة. 30 مليون مواطن ما فيهم. تدري ليش؟ كل هالدوريات 140 نادي ما في مواهب. تعال انا علمك الاتحاد السعودي، تعال ليش ما تاخذ الا من الاربع انديه؟ البعض يقول ليش ما على يا ابوي ما عندك لاعبين على مستوى الدوري. سلامات 4 انديه، يعني انت بتحسسني ان دورينا في لاعبين؟ ما عندك لاعبين والله يا حبيبي. 140 نادي ما انت قادر تكون منتخب. اللاعب لما تعطيه ثقه يا ابو عمر اقسم بالله طبيعي ما بتشوف يا ابو عمر، لانك الغيت فئه ضروريه ما له علاقه.
ما له علاقه ابو عمر يا شباب يا ابو عمر شباب الغيت قولوا لا اله الا الله، قولوا لا الفئات اله الا الله. السنيه الغاء الاولمبي، هذه يا محمد كوارثيه. بليرة يا اخي في ليش لعيبه يا تلغيه؟ اخي مين؟ احتياط عطني لانديتهم عطني العبهم خمسه، عطني اساسي. خمسه، عطني خمسه. يا ابو مين؟ يا عمر اخي عطني كيف خمسه، الفئات السنيه شوف تحقق عندك عطني بطولات خمسه، يا ابو عطني عمر؟ خمسه، يلا مين؟ شوف عطني استاذ انا خمسه. ابو عمر بعلمك جرديف لحظه تاخذه دقيقه بالله ابو فاطمه، مهاجم. عطني الربط يا ابو عمر، عطني الربط ان الفئات السنيه عندك تحقق انجازات، المنتخب الاول ما يعطي. كيف ما عندي مواهب؟ هذا الشيء، هذا عمل مختلف وهذا عمل مختلف. سلامات يا لا وليد. هذا اساس العمل. ما له علاقه منتخب يا ولد الامارات، اخوي، احنا نتكلم عن المنتخب الاول حقق يا ابو عبد اسيا. الله. ابو عبد يا ابو الله عمر مساله منتخب ان الامارات نعمل عندي مقارنه. تجربه. ابو عبد الله قارن عمل المنتخب الشباب عمل المنتخب الاول، هذا شيء وهذا له انا اقول لك ليش، استراتيجيات ولا خطط، انا اقول وهذا لك ليش يا ابو وهذا عمر. له مختلف. ابو عمر لما يكون عندك يا ولد استراتيجيه، انا عندي الاربع ما يلاقي يا ابو لعيبه يا ابو عمر عمر، لما ما يكون يلاقي عندك لعيبه عندك محليين، تجربه عندي مثل الكبار تجربه ما منتخب ملاقين. الامارات يوم حقق اسيا. اللي كيف؟ حققه هم مين؟ جيل اللي حقق بطوله الشباب، صعدوهم مشوا فيهم خطوه خطوه لين وصلوا طيب هذا للمنتخب الاول. هذا ما له علاقه في الموضوع. هذا في هذه الجيل. استراتيجيه انت قاعد ترسمها. ابو عبد الله قل لا اله الا الله. انت تتكلم عن منتخب بدا معاه بالشباب ونفس المدرب ونفس العناصر، راحوا من المنتخب الشباب للمنتخب الاول زي قطر اللي طيب حصل معهم. حلو، ما له ليش ما علاقه بموضوع. سوينا؟ ليش احنا ما نعمل هالعمل؟ ما في ليش استراتيجيات عندك انت. كل فتره لنا خطه عمل جديده؟ طيب هذا الاشكاليه برئيس الاتحاد، من يضع الخطه؟ علشان سؤال. كذا هذا اول قرار يبتعد الله. هذا الرئيس اللي مين خلينا اللي منه فشل ابو في عبد فشل. الله، ابو عبد الله السؤال يطرح نفسه، من هو الشخص اللي يضع الاستراتيجيات في المنتخبات؟ رئيس الاتحاد. بيضا. شكرا بس شكرا بس ومن اجبت انت يحاسبه؟ العالم. يا الأندية، ترى الأندية. الجمعيه وش قاعد العموميه تسوي هم انت؟ اللي عاجبتهم زكوه. وليد الجمعيه العموميه هم اللي زكوه في فترته هذه اللي هو حاليا فيها. هو منتي وما جاب الترشيح، زكوه تزكيه. تقدر الجمعيه العموميه تسوي تكتل الانديه وتشيله. بالضبط، احسنت ابو. ما بي يعني انا صعوبه. ابي اشدر حسين الصادق واللي معاه هذول. حسين الصادق راح استقال ابن حماد فيه. لا ادري قبل انا اشدورهم. محمد امين وحسين الصادق قبل اصلا جيبتهم للمنتخب خطا. ما عندي دورهم جروب واتساب يا ترياق يحسبون لسه اللعيبه. في عندهم يجيبهم للمنتخب. ان عرضت تعرضت وان كشكشتها تكشكشت. هذا دور. تدرون وش دورهم جروب الان واتساب. لو يسال، شوف تخيل الان مثلا لو يسال استاذ ياسر المسهل في لقاء تلفزيوني والعمل ويقولوا له ايش، تدري ايش حيجاوبهم؟ ترى فزت على الارجنتين. لا حيقول لك فزت على الارجنتين. يا ابو عمر انت تعرف انه طلع في احد التصريحات يقول المنتخبات الاسيويه تطورت. طيب منتخبك وش وضعه؟ وش وضع المنتخب؟ ما ادري احنا في قاره ايش. ما ادري يعني هم تطوروا احنا ترى هذه تدينك يعني انت هذه تجيب فيك العيد. ابو عمر ابو عمر المشكله مي هنا، المشكله ان الان في انتقادات وفي مطالبه بالرحيل. يومين يبدا الدوري العالم كلها تنسى ويستمر ياسر. صحيح يا ابن حلال فزنا على العراق. شوف فزنا على العراق ونسينا المطالبه. ابو فيصل فزنا على العراق ونسينا. سلوم ادخل حبيبي سلوم. عليكم السلام. لا بس انا بسالكم سؤال تفضل تاج راس. بعد راسي يا ابو فاطمه. طيب السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا وهارد لك. سؤال، في احد يعرف ناصر لاركريت ولا لا؟ تعرفونه ولا لا؟ طبعا كثير منكم ما يعرف الاسم ذا. هذا هو المدير الفني بالاتحاد السعودي. تدرون وش الصدمه ولا لا؟ انه هذا الشخص جاء بتوصيه من هيرفي رينارد. تمام؟ لما أقيل هيرفي رينارد أو إنه لما مشى ناصر، هذا هو اللي طلب إنه هيرفي رينارد يرجع. شايفين كمية العبث بالاتحاد السعودي اللي صايرة ولا لا؟ هذا الشيء اللي احنا كنا نتكلم عنه ترى سابقا، وكنا نتحدث إنه إشكالياتنا والله العلي العظيم ما هي بالمقام الأول مدرب أو جودة لاعبين. أنت إشكاليتك الأولى هي في من الراس الكبير في هالمشكلة في هالاتحاد. اليوم مع كامل الاحترام لهم شخصيا، أنا ما أتكلم عن أحد شخصيا، أنا أتكلم عن عمل. اليوم أنا لما أجي أقيم عمل، أبسط الأشياء واللي طفل بعمر 13 14 15 سنة يعرف هذه الأمور، إنه أنت كيف تروح تجيب لي مدربين في فترة معينة مختلفين الأسلوب. انت قررت انك انت تغير اسلوب المنتخب اليوم وتلعب بطريقه ايطاليه وتلعب بطريقه 3-5-2 والى اخر. انا ما عندي مشكله اذا انت عندك مشاكل دفاعيه وبتحاول انك تحلها بالشكل هذا، انا بتقبلها نوعا ما، بمشي معاك فيها. طيب انت بعد ما اقلت مانشيني لما شفت انه ما عنده طريقه لايصال فكره للمدافعين او للاعبين السعوديين، ليش ما تروح تجيب لي مدرب بنفس الافكار؟ ليش ما تجيب لي مدرب بنفس الافكار وتكون عنده
سهوله ان يوصل الافكار. في مليون مدرب اليوم يلعب بهذه الطريقه، ليش رحت ورجعت الى ما قبل مانشيني ورجعت المنتخب الى فكره الاربع مدافعين؟ طيب هذا الشيء ما يبي يلخبط اللاعبين؟ انت عندك بطولات مهمه، انت داخل تصفيات، عندك مباراتين ثلاث بتصفيات كاس العالم، محتاج مدرب انه يدخل افكاره بسرعه. جبت لي رينارد، طيب وش اللي اضافه رينارد اليوم؟ ايش الشيء اللي سواه رينارد مع المنتخب في هالمباريات؟ دفاعيا انت كنت تتكلم انه مانشيني رغم الكوارث رغم الخمس الدفاع والى اخر سيء. طيب اليوم هيرفي رينارد من لما جاء ولا مره طلعنا بكلين شيت، بكل مره يلعب المنتخب نستقبل بما لا يقل عن هدف هدفين او ثلاثه. لو نرجع للاحصائيات انا متاكد انك بتلقم اهداف اكثر من كذا. هذه الاشكاليه انه ما عندنا فكر. والله العلي العظيم في مليون لاعب اليوم. بعطيكم نقطه ثانيه بسيطه جدا، اليوم انت مستدعي لي لاعب مثل محمد القحطاني. محمد القحطاني في الهلال انا ما به يلعب اساسي، علي البليهي ما به يلعب اساسي، سلطان الغنام في النصر ما يبون يلعب اساسي، لعيبه كثير اليوم في المنتخب مشجعين انديتهم ما يبونهم يلعبون. على اي اساس انت جايبهم اليوم المنتخب؟ من معقوله اجيب؟ طيب من اجيب؟ في مليون واحد. تبي اعطيك بالجناح اليمين الحين؟ ايه تبي عطني. اعطيك؟ انا اعطيك اياهم. اللهم صل على محمد. عندك سعد الناصر، تركي العمار، سلطان مندش، كل هذول مش افضل من محمد القحطاني؟ الكويكبي، العبود، سلطان عبد مندش، الرحمن والله القصوص. سلطان مندش كويس. عد واغلط، لا تقول ما عندي عناصر. عبد الله السالم مهاجم، عبد يا الله، اخي كل هذول مواهب يا الله اخي. ركز لا اني احد يقول لي ما في مواهب. ابو فاطمه العبود، انا مشكلتي اتفق انك مع سلوم، تستدعي. العبود، العمار، ايوه الكويكبي، والله لو تجيب سلطان 10 مندش، عبود حنوش، فريقك يا اخي سيء، عد واغلط، سلامات، لا منتخبك تقول ما ما عندي. ابو يجمل. بهيا، ابو لازم بهيا يعترف ما عندي الشاب مشكله. طيب وش السعودي اسوي يا ان انا عبيد؟ المنتخب اقنع لك ابو فاطمه. السعودي ابو سلوم، بهيا، يفشل. زد بهيا. سلوم، انا ابغى اعرف المالكي هذا باقي بلعب فيه بأس الرجعي؟ طيب هذا عندي الكارثه لاعب ابو عبد ضمك الله انه في فلاته مليون جديد، لاعب ولد افضل منه. كويس ما شاء الله. ليش وهذا انا الشيء اللي انحد نتكلم منو عنه. عبد ليش الله انت هوساوي مصر يعني على شمس؟ لاعبين قديمين؟ باقي العب على نظام اول قبل 3 سنوات يوم انت عندي نفس العناصر. ابو سمعت عبد الله انت تدري واحده ثواني من يا عيال. الكوارث؟ اسمع التصريح. يقول لعب 4 مباريات في 10 ايام، امر صعب على الفريق. شباب ممكن احد يفيدني يا اخي؟ انا صار عندي صوت المساحه يتكرر. في حل يرجع لي يتكرر علي، يرجع لي صوت سلوم باقي يتكلم. يمكن في واحد عنده مشكله بالمايك ابو محمد، مو لا عندك. سلوم يمكن باقي في واحد عنده يتكلم، مو مشكله. منطق. شو السالفه؟ لا لا هذه تجي، هذه تصير معي، هذه تصير عندك، معي. اطلع وارجع، قفل تويتر وارجع عادي. لعب 4 مباريات في 10 لا، ايام، لا، امر لا. صعب على الفريق، حدث ولكن جوالك، لا حدث جوالك. يعتبر والله عذر. بحدث، هذه هي بنزل البطوله، واطلع. هذا هو ولكن اساس لا البطوله، إنها بطولة يعتبر مجمعة. عذر. هي بطوله مجمعه. عموما منو اللي كتم؟ ابو مبارك ترياك تعال اضرب لك كف، ولا ابو؟ تعال اضرب لك كف، كل واحد مش عليه وصفقوا كف، الثاني يصفقوا كف عشان توصل وجهة نظرك طال عمرك يا ولد. ابو مبارك يا ولد قبل تفتح هلا المايك تفضل تكلم بعد قبل لا تفتح المايك. يا ولد خل تناقش بهدوء، كل واحد يوصل وجهة نظره. تراكم كل ابوكم ناس مهمة عندنا في مجتمع المساحات. ترياق، ابو بهية، محمد بريرة، ناصر، سلمان، سلوم، كلكم ناس معروفة لها آراءه. ناصر العرجاني هذه والله من يطلعه. انا قلت الناس تفهم كرة قدم، هذا والله ما يفهم الا العصيرات والهمبرجرات، ما له دخل كرة القدم يا اخي. لا تغير مو على خبرك، تغير الرجال احنا عنده امور فنيه وعنده. يا ابن الحلال. طيب ابو محمد نبي نتكلم بصدق بمحبة لمنتخبنا. اليوم اللي قاعد يسويه ياسر مسهل والله عيب، والله يا اخوان عيب، والله الذي لا اله الا هو. بعمري بحياتي ما جيت يوم من الايام من يوم الوقت الى ان اظن اندونيسيا تهزمنا، بحياتي ما اتوقع يوم من الايام لو تجيني قبل 15 سنه 20 سنه 30 سنه مشاري اندونيسيا راح تهزمك مستقبل، ما صدقت، ما راح اصدقك. اليوم اكبر دليل على فشلنا وعلى فشل الاتحاد السعودي كمخطط كدراسه. الاتحاد السعودي فاشل، شئنا ام ابينا فاشل. اتحادنا السعودي فاشل بما تحمله الكلمه من معنى فاشل. فاشل. حنا الحين قاعدين نستحي لما نقدم منتخب زي كذا.
اسالك بالله، ما لما خسرت ما خذيت، ما حقدت وقلت الحين ايش يقولون عن العالم بينك وبين نفسك؟ يقول دوله دافعه مليارات على دوريه وعاد تطلع منتخب اقوى دوري في المنطقه كامله، في اسيا كامله، في افريقيا كامله. انت اقوى دوري في افريقيا واسيا، انت اقوى دوري. ماني قادر اطلع منتخب ماني قادر. طيب بالله ابو مبارك، بس بذكر في عنده حاله لابو مبارك، عندنا طفل مصاب بورم سرطان يحتاج الى عمليه. بالله ابو فاطمه دقيقه بس، المبلغ باقي 10,000 وتقفل الحاله، يعني هي كانت 70 الان باقي 10,000 وتقفل. الله يجزاكم خير، تبرعوا باللي تقدرون عليه. على 10,000 طاري ريال الحاله مبلغ بسيط. كم باقي فيها؟ تفضل ابو باقي 10,000 تقريبا. باقي اشراف اللي يقدر يدفع له 10 ريال. انت ب 8,000 ولا كم موجود في المساحه؟ 8,300 8,400 1000. الظاهر منك بيدفع من 10 ريال تنتهي الحاله، تقفل الحاله. اللي بيدفع بيض الله وجهه وجمع الله حاله وجزاه الله خير. اللي ما بيدفع يسوي رتويت للحاله وكثر الله وبيض الله وجهه. الله يجزاكم خير. نرجع نقرأ التصريح. لعب 4 مباريات في 10 أيام، أمر صعب على الفريق ولكن من تصريحه هذا يعتبر عذر حق المسحل يا ولد. يا الغبر يا عيال. قسم بالله يا ولد. الحين صرح نواف. الحين يا ابو فاطمه. يا رجل والله أيوة، على العظيم قناة تصريح SBC. يا قلب. بعد اذن المضيف والشريك، يقول انا عندي تفضل كلمه أبو بقولها وبنزل مستمع. قبلك يا أبشر. عبيد. تفضل. تفضل ابو بحر. يلا بعد. انت قبل زاد انا فضل. توني مطلعك تضحك عليه، تضحك على مسكين هذا. انا والله توني قبل- مطلعك. والله طالع لا، قبل ويا انا أنا- مطلع، وهو كان قبل- قبلك موجود على المايك ونزل. انا لا لا قبل أبو نص فهد، ساعه إيه. موجود. عبيد قبل. قبلك، يعني عشانه مسكين يعني، ولا لازم ما نؤمن، ياخذ حقه يتيم. ولا لازم شلون؟ نؤمن. طبعا عمل هذا الرئيس عمل فاشل، خلاص وين ما يطقها عوجه، ما له الا الاستقاله. هذا رقم واحد. برضو انا ما برر انه بعض اللاعب ما يوجد لاعبين عندنا يا مشاري باختصار. ما في ادوات بالمملكه العربيه السعوديه، ما عندك الا لاعب او لاعبين فقط، البقيه جنازه. اللي فاشل واللي دروب واللي حرام يلعب بالمنتخب. يعني لو ارجع على السريع تشكيلته منتخب اللي اليوم الحمدان، الصحفي، رديف، كنو، الغنام، البليهي، تنبكتي، العويس، والله العظيم اني ما سرحهم يا رجل. فاشلين بالعربي. عندك احتياط عبد العزيز عثمان فاشل، عندك عبد الله الهوساوي فاشل، محمد القحطاني سيء، ايمن فلاته ما اعرفه، سعد الموسي. يا رجل بالعربي ما عندك ادوات، ما عندك ادوات. ليش نلعب على بعض؟ هذا الشيء اللي انا بوصله لك يا اخي منتهى يا ناس. انتم اخذين مقلب من منتخبكم انه ايطاليا او المانيا او الارجنتين. ما عندنا منتخب قوي ما نختلف معاك ابو بهي. عندك بس انت ما تتجرع على اليابان وكوريا وايران يا رجل. انت البحرين يأسسون من عشرات السنوات، مو من اليوم. البحرين من 40 يوم الى الان ما حطك. اندونيسيا مع الترك، ايران، كوريا، اليابان ما تقدر لهم. حنا لازم نؤمن ان في خلل في بالعربي، ما في ادوات بالمنتخب اللي مثلا تحس انه هو اللي بيصنع الفارق. ما في الا لاعب واحد سالم الدوسري، واحيانا يجلطنا. ليش نكذب على بعض؟ ما وقف ما. طيب ابو بهي انت تشوف حتى شوف احنا كلنا نؤمن ان عمل. لا ابو بهي بسالك انت تشوف البحرين افضل من لعيبتهم، افضل من المنتخب اسماء المنتخب على ارض الميدان البحرين. ليش نكذب على بعض؟ اسماء المنتخب على ارض الملعب هش. منتخب ما عنده شيء. وش المشكله يا اخي المشكله شوف كلنا نؤمن ان هذا الرئيس رئيس فاشل، لكن برضو في اسباب اخرى. انت ما عندك ادوات. منو اللاعب اللي تعنز عليه بالمنتخب تقول بسم الله هذا هو؟ هذا اللي بعد الله عز وجل يبي يمشي امورنا. ما في لا حارس، لا خطوط دفاع صح، لا اظهره صح، لا محاور صح، لا هجوم صح. يا رجل منتخب
له 9 سنوات ما في راس حربة، 9 سنوات ما في راس حربة. الحل واضح. شوف البطولة هذه بطولة ودية إقليمية عرقية. حنا أهم ما علينا كاس آسيا والمونديال للأدوار الإقصائية وندخل التاريخ. آسيا 7 نسخ ما خذيتها 7 نسخ. آخر بطولة خذيتها عام 96 آخر بطولة. أنا أشوف أن التجنيس، أنا وجهة نظري أشوف أن التجنيس لابد منه، أو اللعيبة السعوديين بطريقة أو أخرى يحترفون في أوروبا حتى لو ما كانوا بالدوريات ال5 الكبيرة. ما في مشكلة. تشيك، النمسا، بلجيكا، اليونان، ما عندي مشكلة. اللعيبة اللي اليوم شفت والله العظيم إني أخجل أتابعهم. ما في روح، ما في لعيبة تلعب من أجل الشعار. يا ولد فريق مهزوم، فريق هازمك وب10 لعيبة ويلعب بحسبتك لعب. يا أخي ما في روح. ابو بيا تدري ايش عذر ياسر المسحر الان؟ ارسلوا لي تصريح يقول لك قال الترياق 10 أيام 4 مباريات. لا، يقول 11 لاعب غايب عن المنتخب. عموما الله يستر من القادم. من هم 11 لاعب اللي غايب؟ يقول 11 لاعب غايب حتى لو غايب يا ولد. لحظة، منو اللي 11 غايب اساسا منهم؟ ما ادري والله منهم. ما هو صحيح كلامه، ما هو صحيح. عموما شكرا لك ابو مبارك. وضع المنتخب يا ولد هذا جاي بيرجع ينكبنا بالترقيع. انا ما ادري منهم. اقسم بالله العظيم انه يا ولد والله حرام يجلس على كرسي الاتحاد السعودي. والله حرام، والله ان الكرسي اكبر منه. والله يا مسلمين. تدري يا ابو مبارك، اعذار والله، اعذار تفشل، اعذار تفشل. ابو مبارك تدري ما يقدر احد يشيله الا لين يستقيل هو. واحد يصرح يقول فيصل لا الجمعيه العموميه تقدر تشيله. ممكن، نعم ممكن الجمعيه العموميه. بس انا رفعت تصريح. واحد يقول يا نواف، يقول فيصل الغامدي وسعود عبد الحميد ما قدرنا نستفيد منهم. هذا عذرك يا رجال، اقسم بالله ما خلاص. يا ولد هذا فوق يا ولد. الله يرفع ضغطك، والله الله يرفع ضغطك. حرام يا اخي، والله حرام يا اخي، والله حرام اللي يصير بالمنتخب. والله اني ماني اكشن ولا شو، والله قهر يا اخي. حرام يا اخي. يا اخي منتخبنا اول نقارع اليابان وايران وكوريا الجنوبيه، الحين اندونيسيا ما نقدر لها. البحرين اخذتنا يا عبيد السؤال دقيقة نواف تسمعني؟ ما ادري منهم 11. الحين السعودية أكثر كثافة سكانية من عمان، صح ولا لا؟ دبل 3 مرات. أقوى دوري من عمان، صح ولا لا؟ ولك أقوى دوري في السعودية على الرياضة أكثر من صرف عمان، صح ولا لا؟ ليش يفوزون علينا؟ ليش يفوزون علينا؟ ما في روح. ما نقدر نطلع مواهب من 30 مليون نسمة، وهم أقل منك تعداد سكاني، أقل منك دفع للرياضة، أقل منك شغل لرياضتهم، ويفوزون عليك شلون؟ والله قهر، أقسم بالله قهر، شيء يرفع الضغط. شلون؟ يا حرام يا حرام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يزينا بس. السلام عليكم يا مرحبا الله وبركاته. نسمع ناصر بالله لو سمحت يا مضيف انت والشريك. او قبل سلمان قبله اتوقع. او سلمان، تفضل سلمان. يا هلا، السلام عليكم جميعا، مساكم الله بالخير وهارد لك الجميع. يا جماعة ترى فعليا معلش انا بفك السماعة اسمع ابو مبارك يتكلم واسمع نواف. المشكلة عندكم ولا عندي بس؟ واضح صوتك 100% واصل. طيب أنا بالنسبة فيه جزئية أنا مضطر إني أشيل السماعة، إذا في أحد بيتداخل يا ليت تعطيني إشارة. طيب في جزئية الصوت يا سلمان قبل عفوا المسحل هو المشكلة أو الاتحاد الكرة هو متفقين كلنا أنه الخلل، لكن أيضا اللعيبة فيه خلل. الروح القتالية اللي طلعت في مباراة العراق ما كانت أبدا موجودة في بقية المباريات.
مو لازم نستفز اللعيبة، مو لازم أنه يقلل من مستواكم شخصيا عشان تقاتل في المباراة. طيب هذا منتخب بلادك، إذا ما قاتلت في كل مباراة مصيبة. اليوم تلعب قدام فريق ناقص أكثر من شوط كامل، مو قادر، لا وتلقم فيها هدفين، والله العظيم انها مصيبة. بالنسبة للاتحاد، اتحاد اخذتوا فرصتكم 6 سنوات كاملة، لو شفنا ارتفاع لو 5% قدمتوا كان ممكن نسكت. احنا من انحدار الى انحدار الين وصلنا ان حنا حتى بطولة الخليج نخرج منها بهالشكل، وش الاسباب؟ ومن قدام السلوب منتخب يلعب قدامنا ناقص لاعب. اعتقد ان المسح اللي يعتقد انه تصاريحه هذه جالسه تنطلي على العالم او على المسؤولين اي يمشي الموضوع او يمشي الليله، لا، المفروض كل مواطن سعودي يمنشن هالشيء. دام له حساب في تويتر، ما اقول لكم اغلطوا عليه شخصيا، لكن خلوه يستوعب الناس. خلاص انت وصلت حدك، اخذت فرصتك انت واتحادك وكفايه. اذا كان السلطه في يد الانديه اللي صوتت له، والله انه الانديه هذه انها امانه معكم اللي جالس يحصل المنتخب السعودي اللي صاير